عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي ومشاهدي القناة الأفاضل. النهاردة إن شاء الله هتكلم في هذه الحلقة عن تماثيل صغيرة اسمها الأوشابتي. ظهرت في معظم المقابر الفرعونية، خاصة بعد العصر البطلمي في 305 قبل الميلاد، وقد بدأ ظهورها في الأول من أوائل الدولة الوسطى حوالي 3055 قبل الميلاد. أما عددها فقد اختلف، ففي البداية كنا نجد تمثال أو تمثالين أو ثلاثة أو أكثر في المقبرة، ولكن بعد ذلك أصبحوا بالمئات. إيه الغرض من هذه التماثيل وما أهميتها للمتوفي؟ تسمى هذه النوعية من التماثيل تماثيل أوباشتي في اللغة المصرية القديمة، بمعنى يجيب، وذلك لأن مهمتها أن ترد على نداء صاحبها وتنوب عنه في المهام التي يجب أن يقوم بها في العالم الآخر، وخاصة الأعمال الزراعية. ولذلك فالآراء والأداء الرئيسية لهذه التماثيل كانت أن تحمل الفأس، وكانت هذه التماثيل للملوك والأفراد، وكانت تؤخذ ملامح صاحبها وتشبهه في هيئتها المومياء. كان يكتب على التمثال النص 472 من نصوص التوابيت، والذي يعادله الفصل السادس من كتاب الموتى: يا هذا المجيب الخاص بالمتوفي، إذا استدعيت وإذا طلب منك أداء الأعمال تؤدي عادة في مملكة الموتى، وتقدم بدلا مني أو من المتوفي، وحل محلي في أي مناسبة، سواء كانت للزراعة الحقل أو لري الضفتين أو لنقل السباغ من الشرق إلى الغرب. ها أنا ذا هكذا سنقول. وفعلا هذه التماثيل تعتبر هي الخادمة للمتوفي، وقائمة بأعمال جميع الأعمال للمتوفي من زراعة وكل هذا. ودينا عرفنا معلومة عن هذه التماثيل، وأتمنى أن أكون أصبت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي ومشاهدي القناة الأفاضل. النهاردة إن شاء الله